التغيرات وبعض الاضطرابات ومواجهة المحتالين والنصابين، بس لو أحسنت التصرف هتتحسن بعض الأمور وهتتغلب على بعض المعوقات. فلو جينا نشوف من الناحية الصحية، فهنلاقي إن الخطر حواليك وبيهددك بالتراجع الصحي وعليك المواجهة بالصبر. أما من الناحية المادية والعملية، فبنقولك إن السنة دي مناسبة جدا للسفر والانتقال من مكانك، لأنك هتسعى في تحقيق مقام أعلى أكتر من بحثك عن المكاسب المادية. بس بنحذرك من المخادعين والكذابين اللي بيحاوطوك، وبنأكد عليك إنك لازم تحافظ على أموالك وتناقش المشاريع والعقود اللي متقدمة لك بمنتهى الحرص. ومفيش مانع إنك تستثمر علاقاتك اللي هتحققها السنة دي بنجاح. وبنأكد عليك إذا واجهتك مشكلة فمفيش أي داعي للهروب، والأحسن لك مواجهتها، لأن الغايب دايما في نظر الناس هو اللي غلطان. أما من الناحية الشخصية والعاطفية، أكتر معالم حياتك وضوح السنة دي. من الناحية العاطفية هي الخيانة والصدمات العاطفية، إما هتكون أنت السبب فيها أو هتكون ضحيتها، وهتبدأ تعوض ده بصداقة قوية هتكون بداية حياة رومانسية جديدة مع احتمالية الارتباط. لكن من الناحية الشخصية والاجتماعية فهتلاقي ازدهار قوي، وهتقضي أوقات ممتعة جدا، وهتلاقي شهرة عالية، وهتكون صداقاتك الجديدة قوية، وهتبتعد عن بعض الناس اللي كانوا بيسببوا ليك المتاعب. بندعوك للتصرف بجدية وواقعية عشان تقدر تتغلب على كل المصاعب اللي هتواجهك وتستفيد من الفرص اللي هتجيلك بسرعة، لأنك أقوى وتقدر تتكيف مع الواقع الجديد وتغير الواقع بتاعك بإيدك من السيء للأحسن بإذن الله. في انتظار آرائكم واقتراحاتكم، ولو عجبكم الفيديو فياريت ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.